سامي زين هيحافظ على لقبه في بلده ولا لأ؟ وأول ماتش معانا وهو سامي زين ضد برون بريكر. بس قبل ما نبدأ متنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا في البداية الماتش أكيد هيكون جامد جدا، ويلا بينا نحلل الأول ونشوف مين يستحق عبر السيناريوهات إنه يفوز الماتش. أولا سامي زين قضى أحلى فتراته مع البلود لاين. بقى الجمهور عارف مين هو سامي زين بينت، قد أي إن سامي مظلوم مع البلود لاين، فبان للجمهور إنه طيب ومظلوم، والجمهور حبه وشجع سامي زين لما فاز هو وشريكه كيفن أوينز بأبطال التاج تيم للرو والسماك داون، وتعرف أكتر ما هو بطل لازم يكون محبوب. وبعد كده سامي زين اتفرق هو وكيفن، وآخر إنجازاته إنه أخذ لقب القارات من أعظم بطل قارات في تاريخ ال WWE جونتر في ريسلمانيا، ولحد دلوقتي هو محافظ على اللقب ده. والصراحة الكل خايف يقع تحت إيد بريكر، وده كان تحليلي للسامي زين. باختصار ندخل على بريكر ونحلله ونشوف مين يستحق اللقب، وهل حد تاني يستحقه ولا لا. ثانياً برون من أهم مصارعين WWE، ومن أهم إنجازاته أخذ لقب ال NXT، وبعد كده خير اللقب وتصعد في الدرافت إلى الرو، وبدأ بالدمار في المصارعين ريكوشبا وآليا دراغونوف وسامي زين. وأراد بريكر لقب سامي بالأخص لأنه يريد لقب، ولقب القارات هو أفضل لقب ليه حالياً مع WWE، واحتك بشيمس ولودفيج كايزر، وبكده أكون حللت برون بريكر. يلا نشوف هل حد تاني يستحق اللقب ده ولا لا غير بريكر. بالنسبة لشيمس عودو صدمت الكل بفورمة برجر اللي هو عاملها حاتي درو ماكنتاير تريق عليه. شيمس رجاله من أفضل المصارعين في WWE ويستحق لقب عالم، لكن لولا السيناريوهات الحليه رومان وكودي وسيث وغيرهم كنت هقولك على شيمس مهمش بالقصد. شيمس أول ما رجع طلع ضد جونتر في ماتش تصفيات كينج اوف ذا رينج، وخسر من جونتر وكمل عداوة مع لودفيج كايزر، وللأسف خسر شيمس وأدي دفعه للودفيج. وبعد كده تدخل في برومو لبريكر وسامي زين، وكان عاوز يكون الماتش ثلاثي على اللقب، ولكن سامي رفض لأنه معرض الخسارة. فكلم أدم بيرس مدير عرض الرو على ماتش بين بريكر وسيمس، والفائز هيلاعب سامي في ماني أندا بانك، والمفاجأة هو إن ما فيش حد فاز أتدخل لودفيج، وبوظ الماتش على شيمس. وبكده اتحسبت بأن بريكر ضد سامي، وشيمس طلع من المنافس للأسف، ودي حاجة وحشة. كام واحد كان نفسه شيمس يكون جراند سلام، ده كان ملخص لتدخل شيمس في العداوة، وهل ممكن يكون الخصم القادم للفائز بعد ماني أن ذا بانك ولا لا. وتوقعي للفائز في الماتش ده بعد كل التحليل ده بناء على السيناريوهات، وهو فوز سامي زين في بلد. ثاني ماتش معانا وهو ماتش الماني أن ذا بانك، ماتش السلالم، الماتش اللي كله جمدان ومتعه، والمشاركين هم جاي أوسو، درو ماكنتاير، LA نايت، اندرادي، تشاد جيبل، كراميلو هايز. وبكده دول المشاركين نحللهم واحد واحد ونشوف مين يستحق يكون ماستر ماني أن ذا بانك. كراميلو هايز من النجوم اللي اتصعد إلى روستر سماك داون آخر فترة في الدرافت، ولاعب كودي رودز وخسر، وبعدها أعلن إنه هيشارك في الماني إن ذا بانك. طب إزاي؟ ملعبش غير 6 ماتشات تقريباً ويفوز بالشنطة. أنا بقول كراميلو هايز مش مناسب لأخذ الماني أن ذا بانك. تشاد جيبل وفريق ألفا أكاديمي واللي تفرقوا قريب، ودلوقتي تشاد جيبل لوحده وفي عداوة مع الوايت سيكس وقائدهم بودالاس أو العم هاودي. الوايت سيكس هم جماعه مرضى عقلياً، والعم هاودي بيكمل مسيرة برأي وايت أخوه، ودلوقتي هم في عداوة مع برأي وايت، فممكن يبضوا عليه الماتش
بس خلينا للأقرب وتوقعي. هو تشاد جيبل يستحق الشنطة، ولكن ما قلتش هو اللي هياخدها. بعد كده اندرادي جاء للدبليو دبليو اي في الرويال رامبل ودخل في عداوات كتير مش أحسن حاجة، وانتقل من سماك داون إلى الرو، فمش ممكن يفوز لأن معاه ناس تستحق أكتر منه. فتوقعي اندرادي غير مرشح بالفوز بالشنطة. درو ماكنتاير من أفضل مصارعين WWE حالياً، وداخل في عداوة ممتعة جداً مع سي ام بانك. وطبعاً كان نفسي درو يكسب، ولكن زي ما كل الناس عارفوا إن سي ام بانك هيبوظ الماتش عليه. اي نايت مصارع صعد بسرعة كبيرة جداً، واللي شهروا الجمهور حبوا بسرعة، وهو لعبه مش أحسن حاجة، لكن طريقته على المايك الجامدة جدا دي هي اللي خلت الجمهور يحبه ويدخل في عداوات حلوة. والآن هو في عداوة مع لوغان بول. ممكن لوغان يبوظ الماتش على نايت، فكده نايت مش مرشح للفوز بالشنطة. جاي آخر مصارع في ماتش السلالم، جاي عمل حاجات كتيرة جدا مع البلود لاين وفاز بالتاج تيم هو وأخوها جيمي، وفضلوا بيها فترة كبيرة جدا، ودلوقتي هو من أحسن ناس بيبيع في الشركة. وطريقة لعبه الجامد وكلمته المشهورة ثالث مباراة معانا، وهي داميان بريست ضد سيث فريكن رولينز. الماتش هيكون جامد جدا طبعا، وأداء جامد بين الاتنين، ولكن النتيجة هو معروفه بفوز داميان بريست. ليه بقول لك كده؟ لأن فين بلور هيحاول يتدخل وبيضرب سيث رولينز ويشتته في يكسب داميان بريست، بس بسبب فين. وممكن في الرو اللي بعد الماني إن ذا بانك يدخل ويتكلم شوية، فيطلع له بانك أو درو ويدخل معاهم في عداوة ثلاثيه في سمر إسلام، وبكده هيكون الماتش جامد. أو ممكن سيث يأخذ راحه أسبوع مثلا ويرجع يتدخل في العداوة. برضو أنا شايف إن ده أحسن سيناريو لسيث فريكن رولينز حاليا بعد خسارته في ماني إن ذا بانك لو خسر أمام بريست. وبكده توقعي للماتش ده هو فوز داميان بريست واحتفاظه باللقب، وسيث يتدخل في عداوة بانك ودرو أو مع فين بالور. كل حاجة هتظهر بعد الماني أن ذا بانك. وأخيرا مباراة البلود لاين الجديد، سولو سيكوا وتاما تونغا وتازينجا لوا وجيكوب فاتو ضد كودي رودز وكيفن أوينز وراندي أورتن. المباراة هتكون ثلاثي يا رجالة، يعني في حد من البلود لاين مش لاعب المباراة، وهو ممكن يكون تونغا لوا. ليه تونغا لوا؟ لأنه أضعف واحد فيهم وممكن يتدخل ويساعدهم. ليه كودي رودز وكيفن أوينز وراندي أورتن هم ضحايا البلود لاين الجدد؟ لأن سولو عاوز ينتقم من كودي رودز، فأتدخل معاه كيفن وراندي، فأصبحت المباراة ثلاثية بين الفريقين. كودي كان بعيد كل البعد عنهم لحد كلاش آت ذا كاسل. بعد ماتشة مع ستايلز طلعوا هجموا عليه وبدأوا عداوة معاه، بس كيفن وراندي وقفوا معاه في العداوة دي وساعدوه. وفي سماك داون دمر كودي وكيفن وراندي البلود لاين لحد لما ظهر عضو جديد اللي هو جيكوب فاتو، وحط عليهم ودمرهم وتدخل في العداوة وبقى واحد من البلود لاين واتحط في الماتش معاهم. توقعي للفائز في الماتش ده هو البلود لاين بعد تدخل عضو جديد، وهو هيكون ليو أخويا تامن تونغا وتونغا لوا. ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات، متفق ولا مختلف.